السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. عواشركم مبروكة بالصحة والهناء وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. المهم اخواتي، وجدت هذه الحلوى للعيد وبغيت نشاركها معكم حتى نتوما الا بغيتوا توجدوها. سهله بزاف، دغيا كتوجد بدون بيض بدون فرن. المهم هذه الحلوى كتوجد في 10 دقائق، والاهم كتجي لذيذه بزاف، فيها واحد التقرميشه خطيره وكتجي معلكه في نفس الوقت، وكتخرج لينا كميه كثيره كيف تشوفوا معايا. المهم جربوها بهذه الطريقه اللي غنشارك معكم، اكيد غتعجبكم بزاف بزاف. المهم ما تنساوش لايك الفيديو. بسم الله على بركه الله. خديت هنايا زلافه ديال المكسرات، انا متواجد عندي شويه ديال الكركا وشويه ديال الاكاجو. ممكن تستعملوا اي نوع ديال المكسرات، ممكن تستعملوا غير كاوكاو بوحدها، المهم اللي متوفر واللي بغيتو. المهم زلافه ديال المكسرات كنطحنها في الهاشوار. فوقاش تطحنوا المكسرات ديالكم ما تطحنوهمش بزاف، خليوهم شويه باينين كيف غتشوفوا معايا. طحنتهم على هذا الشكل كيف تشوفوا اخواتي. غنقص واحد 2 معالق، نخليهم من بعد فوقاش ندوب الشكلاط. نديرو في الشكلاط ديالنا شويه ديال المكسرات وصافي. هنايا نفرغهم في هاد البول اللي كنخلط فيه، وندوز البسكوي حتى هو نطحنو. المهم استعملوا ماريا ولا اي نوع ديال البسكوي حتى هو. غنحتاج منه زلافه، المهم كنعبر بنفس الزلافه ولا بنفس الكاس اللي بغيتو. نطحنو حتى هو. وهنايا كيف تشوفوا صافي ها هو طحنته. بالنسبه للبسكوي طحنته شويه كيف تشوفوا مزيان، ما خليتوش بحال المكسرات. وكنحتاج زلافه من فيوتين، هو اللي كيعطينا واحد القرمشه زوينه بزاف لهاد الحلوى. كيف تشوفوا اخواتي العبار بنفس الزلافه. وممكن تضيفوا شويه ديال نكهه الناتا، ممكن تستغناو عليها. انا كنضيف غير شويه راس معلقه صغيره، وتقريبا كاس ديال الزبده دايبه. ودوبت الشكلاط نواغ في حمام مريم، نضيفها حتى هي لهذا الخليط باش تبقى مده طويله محافظه على ديك التقرميشه ديال فيوتين. الشكلاط دوبتها في حمام مريم ولا دوبوها في ميكرووند. كنضيفها حتى هي شويه بشويه، وممكن ديروا كاس عامر ديال الزبده وتاخذ لكم كميه اقل ديال الشكلاط. المهم فوقاش دوبت هاد الشكلاط زدت ليها 3 معالق من الزيت نباتيه. استعملت هنايا الشكلاط كالا. والمهم اخواتي نسيت الكاكاو المر، ما ضفتهاش في الاول، كنضيفها دابا مقدار 2 معالق باش تعطي لينا اللون زوين للحلوه ديالنا وتنقص لينا من الحلاوه ديال الشكلاط. وصافي هنايا كنخلط شويه بشويه، كنضيف الشكلاط حتى نتحصل على هذا القوام ديال الحلوه كيف تشوفوا. وهنايا كنجمعها بهذه الطريقه. وهنايا كيف تشوفوا كنكور الحلوه ديالي بهذه الطريقه. كندير الكويرات متساويين، ماشي صغارين بزاف وماشي كبار، المهم عندكم ميزانكم. كنكورها بهذه الطريقه. فيها الفيوتين ما كتكورش دغيا في الحقيقه كيف تشوفوا. المهم كنضغط عليها مزيان وغير كنحطوها تبرد شويه، صافي كتشد راسها مزيان لان فيها الشكلاط وفيها الزبده. صافي هنايا نستمر هكا حتى نكمل هاد الحلوه اللي عندي. وصافي ها هي كملتها كيف تشوفوا اخواتي. كتخرج لينا كميه كثيره تبارك الله، وكتشد راسها مزيان. غير كنكملوها صافي وكندوب الشكلاط حتى هي. ممكن تستعملوا الشكلاط تنوى، ممكن تخلطوا الشكلاط
السوداء مع الشكلاط البيضاء باش تعطي لكم هذا اللون. بالنسبه ليا انا هنايا خلطت الشكلاط البيضاء والشكلاط السوداء باش نتحصل على هذا اللون القهوي مفتوح كيف تشوفوا معايا. من الافضل تستعملوا الشكلاط اللي كتكون من نوع مزيانه باش تجي الحلوه ديالكم لذيذه بزاف. انا استعملت النوع ديال الشكلاط اقبال، كتجي بها الحلوه رائعه. وفوقاش دوبتها زدت ليها شويه ديال الزيت نباتيه، المهم زيدوا 3 معالق او اكثر حتى تحصلوا على القوام ديال الشكلاط هكا خفيف شويه. وصافي كنضيف ديك المكسرات اللي خليت من قبل الشكلاط ديالنا، وكنخليها هكا فوق الكاسرون اللي فيه الماء سخون باش تبقى هكا ما تجمدش ليا الشكلاط. وصافي كنلوح فيه كويرات ديال الحلوى بهذه الطريقه، وكنحيدهم كيف تشوفوا، ولا كنحيد ليهم ديك الشكلاط اللي كتكون كثيره كيف تشوفوا معايا. كنحطهم في نفس اللاطه. المهم نستمر هكا اخواتي حتى نكمل الحلوه ديالي. المهم خليكم معايا تشوفوا المراحل اللي بقاو. ممكن اخواتي تخليوا الحلوه ديالكم غير هكا، ممكن تزينوها بالورق الذهب، المهم على حسب اللي بغيتو نتوما. انا كنزينها من الفوق بشويه ديال هاد الورق ديال الذهب، كيتباع فين كيتباعوا اللوازم ديال الحلويات. وصافي نخلي الحلوه ديالي حتى تجمد تماما. عاد نديرها في كويغطات هنايا اخواتي. الحلوه ديالي ما دخلتهاش للثلاجه، خليتها غير هكا في غير قدام السرجم هكا وصافي نشفات. وكنديرها كيف تشوفوا في كويغطات، وتقدموها ان شاء الله لضيافكم بوجهكم احمر كيف كيقولوا. المهم حلوه سهله بزاف، كتجي لذيذه والمنظر ديالها حتى هو زوين. نتمنى تعجبكم، تجربوها حتى نتوما وتردوا عليا في التعاليق المهم يلا وصلتوا حتى لهنا، شكرا لكم على المشاهده، خليتكم على خير. ما تنساوش لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستافد. الفيديو القادم ان شاء الله نشارك معكم الفقاص حتى هو بطريقه سهله كيجي واو.